السلام عليكم، كيفكم؟ من زمان ما نزلت فيديو، من زمان مرة. وصراحة ما صايرة أصور كثير، مع أني أطلع بس ما أصور كثير. ودي أصور يوم فلوج كامل لحياتي. المهم، هذا الفلوج عبارة عن أكثر من طلعة، لأن صراحة مو كثير صورت. فنبدأ بهذه الطلعة. أتوقع كل أهل بريدة راحوا هناك، لأن من سكنت هنا هذا أول مكان أروح له أشوف كمية الزحمة هذه. كان معرض القهوة والشوكولاتة، كان مرة زحمة. ويعني حتى ما كنت قادرة أصور زين من قوة الزحمة، بس استانسنا، استمتعت مرة. جربت أشياء حلوة، وكان شوف الزحمة مرة كثير. أشياء حلوة. غيرنا جو وبس. أتوقع كلكم رحتوا ولا يا أهل بريدة، لأنه كان مرة زحمة. هنا قاعد يسولف لي عن الآيس كريم حقهم، وأخذنا هذا. نسيت تصدقون إيش هو؟ نسيت. المهم إنه حلو، كان بس حامض، كان على حموضة شوية. طبعا شفنا كمية الشوكولاتة وش كثرها. بعدها الويكند اللي بعده قررنا نروح عنيزة. كان في مطعم نبي نروح له، بس كان مرة زحمة، فحجزنا وطلعنا. وكان على حظنا المطعم جنب بوليفارد عنيزة، ورحنا له. كان مرة حلو، مرة مرة حلو، مرة رايق. الأجواء هناك مرة حلوة. كان وقتها مباراة الهلال، فكان في زحمة شوي عند الشاشة، كان في شاشة. بس حيل حيل حبينا المكان. حتى السينما اللي هناك حسيتها كبيرة، يعني ما أدري، حبيتها. آه أنا قد جيت عنيزة، بس هذه أول مرة أجيها مع البنات لحالنا. هنا دخلنا المطعم أخيرا وأكلنا، كان أكلهم مرة حلو. بعدها سوينا البريث داي حق طفلي. شو من قهر على رقم 4، لأن حطينا غلط وما استوعبنا إلا بعدين. بعد الحفلة جلسنا نتقهوى، نفتح الهدايا. وبعدها بالليل طلعت السينما، قاعد نشوف الفيلم، والله كيوت. وطفلي خاطره مرة نروح الدمام، ورحنا رحلة سريعة مرة، ما طولت حتى، ما صورت للأسف. يعني صورت بس روحة واحدة مع أهلي، باقي الطلعات ما صورتها. استانسنا مرة، غيرنا جو مرة. هذا المكان جديد، أول مرة أجيب الخبر. كان مرة حلو. أحس متحمسة أجيب الشتاء، مرة حاطتها ببالي إنه بالشتاء إن شاء الله جايته. هنا وديناهم الألعاب، بعدها رحنا أخذنا موهيتو نبرد على قلبنا وجلسنا. وبعد ما خلصوا ألعاب رحنا للمطعم اللي خاطري أروح له من زمان، وكله يطلع لي بتيك توك. هذا هو مطعم إيطالي. أتوقع من تشوفون الصحون بتعرفونه. تخيلوا في مغني هناك يغني. صراحة زعجني مدري، كان مرة مزعج، أحس صدع براسي. أنا ما أتحمل الإزعاج، يعني أحب الأماكن الهادية أكثر. يعني تحطوا موسيقى هادية طيب. كان مرة إزعاج، بس حلو الأكل، حلو. المكان كشكل كان حلو، بس الموسيقى كانت يعني مزعجة، ما تحملتها صراحة. وبعدها هنا تخيلوا، قبل سفرتي للقصيم قررت الصبح أروح للنخيل، وقضيت ووصلت المطار ورجعت القصيم وبس، وانتهى الفلوق. مع السلامة، أحبكم.